السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نحضر معكم واحد الكيك بالحامض كيجي منعش ولذيذ. حضروه للعيد او للطبيله ديال الكوتي، كيجي ساهل بواحد الكريمه كتخليه كيجينا القوام ديالو رطب معلك، ما ناشفش، كيجي اكثر من رائع. غتجربوا الوصفه وغادي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبداو باول حاجه، نصاوبوا الكريمه اللي غنحتاجو فيها كاس ديال الحليب اللي يكون كبير، وغادي نديرو 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده على حسب الذوق، واحد الساشيه ديال الفاني، وكنديروا شويه ديال القشور ديال الحامض اللي تكون الحامضه صفراء. هذيك الحامضه اللي غنعصروها باش نخدموا العصير ديالها، كنحكوا هذا القشره ديالها. معلقه كبيره ديال كريم باتيسي كنحرك وكندير فوق البوطه. هنايا راه نسيت صفر بيضه، ضفتو في الدقيقه الاخرى قبل ما يسخن ليا الحليب. كنديروا مع هاد الكريمه صفر بيضه وكنحرك مزيان مزيان. هكا داك القشور ديال الحامض والفانيلا راه ما كيخليوش لينا هكا الريحه ديال البيض، راه كتجينا الكريمه لذيذه، وحتى اللون ديالها كيجينا زوين، القوام كيكون كريمي. كنبدا كنحرك مع التحريك المستمر حتى كتبدا كتعقد لينا عافيه مهيله. راه الا جهدتوا البوطه غادي تخطف لكم من الجنب وتحرق لكم وتعطيكم التفرتيت ديال الحراق. ديروا عافيه مهيله مع التحريك المستمر حتى كتعقد بهذه الطريقه بشويه بشويه، وحتى ما كتحببش. فاش كنجهدوا البوطه راه دغيا كتحبب، خصوصا فيها البيض، راه دغيا كتجمع. صافي بشويه بشويه هكا فاش كتبدا كتبقبق صافي. كنضيف طريف ديال الزبده وكنطفي عليها البوطه وكنبقى نحرك حتى كيذوب داك الطريف ديال الزبده. كنحيدها مباشره نديرها في واحد الصحن بهذا الشكل، وندير عليها بلاستيك. كندير عليها بلاستيك اولا سلوفان اللي بغيتو يكون ملامس للكريمه هكا باش ما كديرش لينا القشره وتحبب لينا. فهمتوا؟ ضروري وحطوها في الثلاجه اولا على جنب هكا باش تبرد بما وجدنا الكيك اللي غادي نصاوبو. غادي نحتاج هنايا 3 ديال الحبات ديال البيض، وهنا غنضيف حتى داك الابيض ديال البيض اللي حيدت من هذاك الصفر ديال البيض. 3 ديال الحبات، ولا كانوا كبار راه ممكن ديروا غير جوج ماشي مشكل. كنديروا كاس ديال السكر، كنديروا ساشيه ديال الفانيلا وقبيصه ديال الملحه وقشور ديال الحامض، هذيك شويه ديال القشور ديال الحامض. وكنطرب جيدا. ممكن تخدموا غير بيديكم عادي، ضربوا بالفوي اليدوي اولا طحنوا في المولينكس ديال العصير اللي بغيتو. كنطرب جيدا بحال هذا الشكل حتى كيبدا البيض يطلع. راه النجاح ديال الكيك هو ان السكر مع البيض نبقاو نطربوهم حتى كيتبدل ليهم اللون ديالهم هكا باش كيعطينا الكيك كيجينا في الاخير كيجينا خفيف وما كيجيناش مدقص وكيجينا مهوي. من بعد ما تبدل لينا اللون ديال الخليط راه كنضيف كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه وكنعاود نطرب. وهنايا غادي ناخذ عصير ديال نص حامضه اللي هو ربع كاس ديال الحامض. كنكملوا عليه بالماء حتى كنديروا كاس الا ربع. فهمتوا؟ كتخفوه. هنا درت واحد نص كاس ديال الحليب. الا كان عندكم ياغورت ديال البنان ديروه يكون احسن، ولا ديال الفاني احسن من الحليب. انا ما كانش عندي، درت غير الحليب، ولكن بالياغورت ديال البنان اولا ديال الفاني كيجي القوام احسن من الحليب. فهمتوا؟ صافي كنطرب. من بعد درت 3 د الكيسان ونص ديال الدقيق. هنايا راه الكاس باش عبرت هو باش عبرت السوائل، هو باش عبرت النواشف زعما الدقيق. صافي كنحرك هكا وكنشوف حتى كنتحرك. وهنايا في الاخير غادي ندير الخميره ديال الحلوه اللي هي 2 ديال لي ساشيات من وزن 8 غرام العاديين، وكنعاود نحرك. هنايا ما بقيتش كنخدم الطراب الكهربائي، كنخدمو غير بالطراب اليدوي فقط. صافي كنحصل القوام خصو يكون ثقيل. فاش كنشكل هكا رقم 8 ما كتخسرش ليا دغيا. صافي ها هي الكيك ديالي واجد. كندهن المول بالزبده. هنايا سخنت المول شويه باش دغيا كتذوب فيه الزبده، وكندير عليه الدقيق ندير الجوانب مزيان وكنضرب به باش كنحيد داك الزوائد ديال الدقيق.
وكنحيدهم. صافي من بعد كنطلع الفوق كنخوي الكيك ديالي. هذيك الكريمه خلطتها مزيان ودرتها في بوش هكا، ولا ديروها بالمعلقه اللي بغيتو، ودرت بحال هكا على شكل حلزون تكون كلها داك فوق العجين متلبس بالكريمه هكا باش تجينا الكيكه كلها بحال بحال. صافي من بعد هنايا غادي ناخذ الفخومبواز، راه كيتواتى بزاف مع النكهه ديال الحامض. كيدخل لينا في الكيك وكيتعلق كيتعسل كيجينا زوين. ممكن تبدلوه الا بغيتو بالخوخ اولا بالتفاح اللي بغيتو. كندير شويه ديال اللوز ايفيلي من الفوق هكا غير باش يعطينا الديكور. من بعد كندخلها للفران اللي كيكون مسخن من قبل، على 170 درجه بحال هكاك على حساب كل واحد والفران ديالو. هنايا من بعد ما طيبتها تقريبا دات ليا واحد ساعه ديال الطياب حتى 50 دقيقه، حيت عندي الفران ثقيل. كنرشها بسكر كلاصي، وهنايا درت عليها شويه ديال الفخومبواز وكنقدمها بالصحه والراحه. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد الوصفات، وبسلام عليكم.